السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبابي في كويزين سيرين دي زاد. اليوم جيت نحضر معاكم وصفة السردين بوحدة التتبيلة رائعة، يعني بنينة. باش نحضروا هاد الوصفة نسحقوا شوية قزبر، نسحقوا 2 فصوص ثوم مسكرفجين، نسحقوا نص حبة قارص، ونسحقوا التوابل كيما راكم تشوفوا. عندنا هنا راس الحانوت، عندي عكري حلو، عندي عكري حار، عندي قزبر، عندي فلفل كحل، وعندي كركم. دوك نجيبوا الأشواق تاعنا هكذا، ونحطوا فيها هاد المكونات كامل. نحطوا القزبر هكذا، نزيدوا نحطوا توابل بهذا الشكل هذا، نزيدوا نحطوا الثوم حوالي 2 فصوص هكذا، 2 فصوص ملاح تاع الثوم، ونزيدوا نعصروا عليها نص حبة قارص كيما راكم تشوفوا، يعطي طعم رائع هكذا. ونزيدوا نحطوا مغرفة صغيرة كيما راكم تشوفوا تاع طماطم مصبرة هكذا بهذه الطريقة هذه. ونزيدو نجيبو زيت زيتون، ملح عفوا، ملح قبل، ونزيدو نحطو زيت زيتون هكذا، واحد 4 مغارف ولا 3 4 هكذاك مغارف تاع زيت زيتون. دوك ندي المكونات تاعي نرحيهم ونعاود نولي لكم. هنا هذه هي الخلطة تاعي بعد ما رحيتها. دوك نحط فيها السردين هكذا بهذا الشكل هذا باش يتشرب هذيك التتبيلة هكذا بهذا الشكل. يعني هاد الوصفة رائعة، تخرج بنينة بزاف، جربوها ورايحين تردوا لي بالخبر كيما يقولوا. هكذا بهذه الطريقة نحركها مليح حتى تدخل التتبيلة في السردين تاعنا هكذا بهذه الطريقة. هنا نخليو السردين تاعنا يريح هكذاك واحد 10 دقائق هكذاك. من جهة واحدة أخرى نجيبو واحد 3 مغارف تاع السميد، أنا درت هنايا سميد رقيق، نشكل السردين تاعنا نديرهم رزيمات هكذا، خميسات هكذا بهذا الشكل هذا، ونرمدوهم في السميد تاعنا بهذا الشكل. نكملو كامل الكمية تاعنا هكذا بهذه الطريقة. هكذا دوك تقولوا لي بلي احنا موالفين نديرو هكذا، بصح الطريقة تاع الطهي تاعو اللي راح تكون مختلفة. هنا راني كملت السردين تاعي درتو كامل رزيمات هكذا. هنا نجيب لا كريبيير تاعي ولا طاجين اللي ما عندوش لا كريبيير، والمهم يكون ما يلصقش. هنا ندهنو بزيت زيتون ونستف السردين تاعي هكذا صاير داير كامل بهذا الشكل هذا، ونديه نحطه فوق النار ونقصلو باش ما يتلهفش. هنا كل مرة يعني كيما نقولوا تشوفوها ناشفة ولا زيدوا ضيفوا فوقها زيت زيتون هكذا باش يطيب لكم مليح. كي يتحمر من الجهة التحتانية عاودوا قلبوه حتى يطيب السردين تاعكم. انا هنا احبابي السردين تاعي راهو طاب كيما راكم تشوفوا، خرج يهبل، ريحة الشوا فيه صدقوني خير من هذاك اللي ناكلوه في المطاعم مشوي هايل. قدمته مع شوية بطاطا وزينته بشرائح الليمون وشوية طوماطيش وبصل. انا نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتدعموني بجيم وابوني وتعليق شباب كيما نتوما. ودوك ما بقى لي غير نقول لكم استنوني في وصفات قادمة بإذن الله تعالى، في أمان الله.